الليل كان خانقاً، يلتف حول المدين كحبل يشتد شيئاً فشيئاً. الساعة تجاوزت 3 فجراً عندما دخل إياد إلى بناية معجورة في أطراف حي القصبة، بناية قديمة سقطت بعض نوافذها وتشقق جدارها حتى صار كجلد مسن يحمل آثار طعنات لا تحصى. لم يكن إياد يبحث عن مغامرة، كان يبحث عن أخيه. الأسبوع الماضي اختفى وسيم في ظروف غامضة. خرج من المنزل ليلاً وترك وراءه رسالة قصيرة بخط مرتعش: لا تدخل الممر 13 مهما سمعتم من أصوات. لكن إياد لم يكن ليكتفي برسالة. كان الممر 13 جزءاً من شبكة أنفاق قديمة تحت البناية. هناك حكايات قديمة يرويها كبار الحي عن هذا الممر، أنه ليس مجرد طريق بل بوابة لشيء آخر. يقولون إنك إذا دخلته تبدأ بسماع صوت شخص يناديك باسمك بصوت مألوف ثم تختفي. إياد لم يصدق، أو ربما صدق، لكنه كان مستعدا للمخاطرة. دخل البناية وبيده كشاف صغير. كان الظلام كثيفا إلى حد أنك تشعر به يلتصق بجلدك. كلما تحرك خطوة سمع خشخشة خلفه. لا أحد هناك، لكن الصوت لا يتوقف. وصل إلى باب حديدي صدئ عليه نقش باهت بالكاد يقرأ: 13. من هنا تبدأ النهاية. فتح الباب وبدأ النزول. السلالم كانت تنحدر إلى الأسفل بلا نهاية، وبعد 7 طوابق تحت الأرض وجد نفسه في ممر ضيق مبلل الجدران له رائحة موت قديم. الأرض كانت زلقة كأنها مغطاة بطبقة من الطين أو شيء آخر. ثم سمع الصوت: إياد، الحقني، أنا هنا. كان صوت وسيم. تجمد الدم في عروقه، لكنه لم يتراجع. قلبه ينبض كطبول حرب، لكن قدماها ظلتا تتحركان. الصوت عاد مرة أخرى، أقرب هذه المرة: إياد، لا تتأخر، المكان ينهار. لكن ما لم يعلمه إياد أن وسيم لم يكن يناديه، ولم يكن الوحيد الذي ينتظر في الممر 13. الفصل الثاني: الظل الذي يتنفس. الممر 13 لم يكن مجرد ممر، كان أشبه بأمعاء الأرض، رطباً خانقاً ينبض بهمسات لا تعرف مصدرها. كلما خطأ إياد خطوة داخله شعر أن الهواء يزداد ثقلاً، كأن المكان نفسه يرفض دخوله. الضوء القادم من الكشاف بدأ يضعف، مع أنه شحنه بالكامل قبل خروجه. البطارية الآن تنخفض بسرعة غريبة. قلبه بدأ ينبض بعنف، ليس من الخوف فقط، بل من ذلك الصوت